الفيديو ده اترددت كتير قوي ان انا انزله واتس تايم ان هو ينزل، وهو فيديو المورد، وهقول لكم ليه. والنهارده من اكبر الفاليو لا تقل عن اي حاجه ليها علاقه بالكورسز اللي كانت بتنزل. يلا بينا. Wake up, get out the sheets. We came from wrong, man, forget that piece. You take the west side, take out the east. And I'll put them in the cage, never let out the Stop it. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكوم بلاكر. النهارده هنتكلم على المورد. الفيديو بتاعنا النهارده متجزأ لاربع اجزاء. بعد الاربع اجزاء هتكلمنا، هتقول في الواتساب بتاعنا كلمه مورد، هطلب منك طلب اخوي عشان اديلك الكونتاكت، وهو انك تعمل لي يعني حاجه صغيره مش هتكلفك مش هتكلفك 5 دقايق، مش هقول لك 5 جنيه، مش هتكلفك مليم كمان. تمام؟ وانا هديك حاجه انا تعبت فيها كتير، وكمان كنت بديها اكسكلوسيف للطلاب. ودلوقتي انا ما بقتش محتاج ولا عايز كوتشنج ولا اي حاجه خالص، مش عشان انا يعني خلاص خلصت. انا بشتغل اي كوميرس وبتست حاجات كتيره، وده اداني فرصه ان انا اخش في فيل تاني. والكوتشنج حطني في ساحه ان هو برستيجن بينزلني فالمهم نرجع لموضوعنا. الموضوع كله في ايه بقى؟ تعالى نسال نفسنا اسئله، مش هقول لكم 10 اسئله ولا 5 اسئله، انا هسال اسئله اللي هتيجي في بالي عن المورد، نشتغل على الموضوع على طول دايركت. طيب اول سؤال، هل السبلاير ده انت يا سيف؟ لا، انا اتعاملت معاه، بس الفكره كلها خليني احنا نتكلم مع الاستاذ الفاشل اللي هو ما بيعملش اي حاجه خالص، واللي ملوش في اي حاجه غير ان هو بيكتب بس، وهو ما عملش اي مصلحه في حياته ولا هيعملها. which is انه انت سواء ده انا العفريت الازرق whatever، في الصين، في الهند، في اليابان، انت ليك غرضك انه يتعمل وخلاص، ما تفكرش. تمام؟ ده اجابه سريعه. تاني حاجه، هل هو السبلاير بتاعك ده يجيب لنا اي حاجه؟ لو عايز لبن العصفور سخن او ساقع يجيبه لك، اوكي؟ لو عايز لبن العصفور يجيبه لك. طيب هل ده شركه ولا شخص ولا كده؟ لا، دول دروب شيبينج ايجنتس جروب، بيبتدي ان هو يجيبوا لك كل حاجه زي ما هي علي اكسبريس او وات ايفر فين هي. طيب رابع حاجه، هل هو ارخص من علي اكسبريس ولا اغلى؟ في الغالب بيبقى اغلى من علي اكسبريس على فكره، الا لما مع البلك. مع البلك بيبتدوا لك اقل من علي اكسبريس، بس الشيبينج بتاعه اسرع من علي اكسبريس، بيبتدي ان هو بياخد قيمه قصاد السعر. طيب هل هو فيه عيوب؟ ساعات ممكن يتاخر، ساعات ممكن يتاخر في الرد، ساعات اللي هي المشاكل اللي انا بكلمك عليها دي لو رحت لاي ايجنت في الدنيا هيعمله لك. طيب الايجنت ده انا لو رحت له، لو جبت ايجنت تاني، هل ايه الفرق ما بين ده وبتاع سيف؟ الفكره بتاع سيف ان احنا شركتنا من اتقل البروفايلز معاهم، فبالتالي لو حصل لكم اي مشكله، انا عمري ما كنت هطلع عشان سكيل كبير، كنت بتعامل على الطلاب. لو كان في مشكله حصلت معاهم، ايش اتاخر في الرد، اتاخر في البيمنت، في اي حاجه وات ايفر، يعني كنا ممكن احنا نتدخل، يعني بيبقوا معاك بروفايل تقيل شويه. ودي هي الحاجه الوحيده اللي انا الميزه اللي انا اقدر اقدمها لك فعلا. تمام؟ حتى لو كان سعره غالي، لا انت طايله. هل انا بدفع له ازاي؟ بنك ترانسفير او كريبتو. طيب في الاثنين اللي زي دول ما عرفتش تتعامل، كلمنا واحنا نبتدي ندفع لك ونحاسبك بالكارد هنا بالمصري او وات ايفر العمله بتاعتك. لو انت عايز تتعامل معاه بكارت، اتعامل معانا احنا واحنا نحول له، يعني احنا بنديك صوره تحويل، بنساعدك مش اكتر. تمام؟ فلو عايز تتعامل معاه بكارت في البدايه كلمنا احنا، عايز تتعامل معاه على طول كلمنا. انا افضل انك تتعامل معانا احنا على طول في التحويلات، على اساس انه لو حصل مشكله بعت حاجه هو اتاخر في البتاع ده، ابقى ممكن دعم يتدخل معاك على اساس ان هو شريكك يعني. ودي حاجه انا كنت فعلا بعملها مع الطلاب، بس انا مش فارقه معايا، مش زي الناس اللي هو خلاص هفتح لك الطريق لحد الاخر خش. هل موضوع الريفند بيعمل ريفند؟ صعب جدا اي تشاينيز يديك فلوس تاني في ايدك، بيسيبها لك ككريدت ويبتدي يجيب لك ليها بضاعه تانية، لكن يحول لك تاني مبدئيا صعب جدا فلوس تخرج من بره الصين. ثانيا الموضوع الصينيين مش يموتوا، ينتحروا على القرش.
انا بس عشان بس اكلمك احنا ايه اللي هو اي حد هيقابله حاجه، احنا قابلنا الكلام ده كتير. طيب الشيبنج تايم بتاعه قد ايه؟ يو اس 12 يوم، يوروب من 5 ل 7 ايام، اسيا في 3 ايام، افريقيا في 21 يوم. اوكي حلو قوي. السؤال اللي بعد كده، هل انا هكلمه على واتساب ولا وي شات؟ واتساب. وي شات اصلا في السيت اب بقى صعب، واصلا ما بقتش انا اصلا كسبت بكلمه على الوي شات. هل انا ممكن اكلمه كول؟ لا، ما بيتكلموش انجلش. هل انا هكلمه كول او فويس او وات ايفر؟ لا، وما يفضلش انك تبعت له فويس كمان. دي نصايح واسئله في نفس الوقت. تمام حلو قوي. طيب اول خطوه هعمل ايه؟ الموضوع ببساطه جدا. اول خطوه هتعملها هتكلمنا تحت، هتقول مورد، هيتبعت لك طلب، هتعمل الطلب، هيتبعت لك الكونتاكت. ده اول خطوه. تاني خطوه هتخش في الكونتاكت هيتبعت فايل. الفايل ده فيه سكريبت مسج افتتاحيه انك جاي تبعي عشان يتوصى عليك من الاخر، اللي هو كذا كذا انا جاي من طرف كذا كذا. ولو ما كتبتش عادي، بس انا الفكره كلها ان انا بحب ان انا اتعامل ايه، ان انا اخلص لك الموضوع من الالف للياء دايركتلي. وبعد كده بتبعت له الويلكمينج مسج اللي هو هلو انا تبع سيف وانا اونلاين دروب شيبر ولسه ببتدي وكذا وكذا وكذا، او انا عندي ستور. وبعد كده بتبعت له لينك الستور، وبعد كده بتبعت له اللينكات بتاعت علي اكسبريس بتاعتك. طب يا سيف انا عندي نيش ستور 400 500 برودكت، تبعت له لينك الستور بس. هل هو بيديك تسعيره 400 و500؟ اطلاقا، استحاله. بيقول لك اتعامل بسعر علي اكسبريس لحد لما يجي لك اوردر. مفيش صيني هيتفرهد لك، لا اما بيقول لك اوكي هجيب لك بس هاخد نص دولار على تسعيره كل برودكت كمان اور. طب وليه؟ اتعامل بتسعيرتك عادي. جت اغلى من علي اكسبريس بدولار او 2 او نفس علي اكسبريس او اقل من علي اكسبريس، في كلتا الحالتين مش هيقص اكتر من 2 او 3% من البروفيت بتاعك، which is good. لو عندك نيش ستور، ودي انا واجهتها اول مره في حياتي، ان انت كان عندي فيتنس براند، كنت بتعامل لسه مع علي اكسبريس. لو شحنت 10 منتجات بيوصلوا لل10 كلهم في توقيت مختلف، فممكن اول باتش يوصل منتج وواحد طالب 10 ايتمز ويوصل اول ايتم الاول يفتكر الزبون ان هو اتنصب عليه، فلسه في 9، فبيروح فاتح كيس. الكيس دي اسمها ايتم not as described، يعني مش نفس الوصف. والكيس دي صعبه جدا انك تحلها، صعبه جدا بالذات في الموضوع ده. فالموضوع الايجنت ده كريتيكال لاي حد داخل. طيب بعد كده بيبتدي ان هو يرجع لك الاسعار بتاعتك. لو انت منتجات قليله، لو منتجات كتير بيقول لك هات اوردرز، وابتدي اجيب لك الاسعار بتاعت الاوردرز دي شامل الشيبنج. طيب هنا نيجي سؤالين مهمين جدا. هل هو بيعمل براندنج؟ طب هل انا لازم اشتري ستوك؟ لا، لازم تشتري الباكج. وعلى فكره هو من ضمن الاساسيات ومن ضمن المحفزات بتاعته انك تاخد الباكج بتاعه. طيب هو عنده 3 حاجات، حاجه ما بحبذهاش خالص حاجتين بحبذهم، وعشان كده اي حد بقول له كده هو اتعود ان هو يقول النوعين من الباكج دول. النوعين دول هو باج وبابل باج. البابل باج لاي حاجه بتتكسر، والباج لاي حاجه لها علاقه بالكلودز او كريمز او وات ايفر. طيب في حاجات محتاجه البراندنج بتاعها محتاج ستوك، زي الكريمات، زي الاويلز، زي الساعات. الساعه اللوجو بتاعها تحت، يعني اي حاجه اللوجو بيتحط في مكنه تمام، لكن هو بيبتدي الباكج بتاعه بيبتدي ان هو يعمل لك زي تمبلت تيتانيوم، ويبتدي ان هو يعمل لك اكياس واللوجو والكلام ده كله. الباكج ده بيبقى اقل من $500، وساعتها بيغنيك على ستوك بالافات. طيب يجي يقول لك انا هعمل لك 200 شنطه. طب يا سيف انا مش محتاج 200 شنطه، هو اقل كميه 200 حاجه. محدش يجي يقول له انا بس ببتدي انا عايز شنطه او 2 أو 5. تمام. فبالتالي هو بيبعت لك الباكج وبيبعت لك الاسعار. يفضل انك تاخد الباكج ده اصلا بغض النظر عن اي حاجه، وهيساعدك كتير في الموضوع، لانه بيفرق في ريحه البرودكت، بيفرق في شكل البرودكت، بيفرق في كل الحاجه اللي ليها علاقه بالويب سايت. طيب وبعد كده بيجي لك الاوردر. اول لما بيجي لك الاوردر بيبتدي الفولفايلمنت. الفولفايلمنت عباره عن ايه؟ تعالى اوريكم كده انا بعمل فولفايلمنت ازاي. يلا بينا تعالى اوريكم. ده يعني بعمل تيست كده بسيط ب 70% نت بروفيت لاست 90 دايز. لسه ما ابتدوش بقالي كام شهر، يعني $6000 بقالوش شهر وشويه يعني. طبعا في ناس انتوا بتشوفوها اصلا في حياتكم بيتكلموا عن دروب شيبينج ما عندهمش
الستور الصغير ده، مش عايز اوريك ستور كبير بس عشان اعرف بس احدد لكم تلتهوش. انا هنا بتعملوا سيلكت وبتعملوا هنا اكسبورت وبتعملوا سيلكتد تالت اوبشن، وبعد كده بتعملوا اكسبورت والفايل ده بيتبعت له، يجي يقول لك ثمن الاوردرز $400. لا اما انت بتحوله لا اما بتكلمنا، احنا بنساعدك في موضوع التحويل وبنقول لك ازاي وهنعمل ايه. طيب بس كده بس كده. وبعد كده دي مرحله صغيره وبنصح بيها المبتدئين. المرحله الاجمد انك زي ما احنا ما بنعمل حاجات اللي في الفايل، ثواني اهو الحاجات اللي في الفايل، وهو احنا مدين له اكسس اصلا. تخش على ابس وبعد كده بتنزل الابلكيشن يانج جومي ده، وبعد كده بتروح على يوزرز وبعد كده بتعمل اد يوزر وبعد كده بتعمل له اد في الستور بتاعك وهو بيتعامل. فبالتالي يا جماعه الموضوع بسيط جدا واحنا هنتعامل معاكم بكل اريحيه. ده الفولفايلمنت وكل حاجه. اتمنى ان انا اكون فعلا فدتكم. ده السبلاير بتاعي وانا كده كده مش فارقه معايا بصراحه، خلاص احنا بقينا اخوات وقاعدين مع بعض بجد. ياما يعني طلع عيني مع سبلايرز وينصب ويبعت لي فيك تراكنج نمبر وما يردش عليا وقصص. فاتمنى ان انتوا تبقوا تمام ومحدش يقارني سبلاير ده ولا زين دروب مش عارف ايه. زين دروب ايه يا جدعان؟ ده الناس دي مبتدئين. انت سبلاير ده لو بعت له 6000 اوردر في يوم هيروح طق بعتهم لك. ناس كبيره مش ده كلام. انا بجد بديكوا حاجه اقسم بالله. انا السبلاير ده انا ياما اتخزوقت من سبلايرز. ظبطوني بجد، تابعوني على السوشيال ميديا بجد يا جماعه. انا لو في شاف 10000 خشوا على انستجرام، انا عايز ازيد 10000 فولوور وهفاجئكم الفتره الجايه بالكونتنت ومش عايز منكم حاجه. اشوفكم على خير. صباح الفل.